قبل كده كفتة الهمبرجر، وهي كفتة من كفتة موفرة جدا، ومن ضمن سلسلة الأكلات اللي احنا بدأنا نعملها أكلات موفرة علشان الأجواء والغلاء اللي احنا فيه. ووريتكم ازاي طلعت من ربع كيلو لحمة مفرومة 30 صوبع كفتة، كفتة همبرجر، وما شربتش الزيت، وكانت في منتهى الجمال ومحرفشة كده ومقرمشة، وكانت تحفة. طلعت كمية كبيرة جدا وقدرت ان انا افرزنها وان انا استعملها في اي وقت. فهوريكم النهارده ان شاء الله هنعمل كمان كفتة الفراخ برضو بربع كيلو فقط من الفراخ البانيه. هنقدر نعمل 28 صوبع كفتة من الفراخ، ودي من ضمن سلسلة الأكلات إن شاء الله اللي أنا بدأت إن أنا أعملها، أكلات موفرة علشان خاطر الأجواء برضو اللي احنا فيها. فإن شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدا. أنا هنا جبت ربع كيلو فراخ بانيه، عبارة أهو أنا حاطة الميزان عشان تتأكدوا، ربع كيلو 250 جرام، يعني زي 8 جرام فقط. فربع كيلو كفتة، ربع كيلو فراخ بانيه هعمل منه 28 صوبع كفتة فراخ. هوريكم دلوقتي هنعملها ازاي. اول حاجة طبعا مفيش بيت يخلى من رغيفين عيش فينو بايتين عندنا مش محتاجينهم، ناشفين. همسكهم واطلع منهم الوش اللي هو المحمص ده، اطلعه وانضفه كويس قوي واخليه يا دوبك كده ابيض كله. وهحط عليه شوية مية صغيرين، ربع كوباية مية كده، واسيبه يشرب ميته مجرد 5 دقايق عبل ما اجهز حاجتي. ما تكتريش، يعني هو هيشرب المية بسرعة. هبدأ بقى اجهز حاجتي. هجيب الكبة بتاعتي، زي ما تكون عندك الكبة، او عايز تعملي بايدك ممكن تشتغلي بايدك، بس طبعا لازم هنفرم الفراخ. يعني انا اتمنى انك يكون عندك حتى لو خلاط تستعمليه. هنفرم اهي حته الفرخه اللي هي ربع كيلو بانيه، انا قطعتها حتت صغيره وحطيتها مع العيش في الكبه. كيس فيجيتار. طبعا كيس الفيجيتار ده اللي هو البقسماط. ما عندكيش فيجيتار، عندك بقسماط. ما عندكيش بقسماط، يكون عندك عيش ناشف محمصاه وطحناه وحط عليه شويه توابل، يبقى ايه عاملين فيجيتار في البيت. يعني سهله الدنيا خالص. احط معلقه توم او فصين توم، انا عشان عندي التوم متفرزن من قبل كده. جنزبيل فريش انا حطاه في الفريزر، دوبك ببشر منه حته كده اهو، بشرت منه حته صغيره وحطيتها. ما عندكيش عندك جنزبيل عادي، حطي معلقه بس، هو الفريش بيدي طعم وريحه احلى. هجيب بقى شويه البهارات بتاعتي، عبارة عن بابريكا، ملح، فلفل أسمر، بهارات فراخ، وشطة. وهحطها لكم في المقادير كلها، هحطها لكم في صندوق الوصف. هطحن كويس في الكبة وأطلعها. أنا كده عندي العجينة بتاعتي اللي أنا هفردها. دلوقتي هعمل الحشوة بتاعتي. أجيب بطاطستين مسلوقين كويس جدا، وهبشر عليها جزرايه، وهقطع ربطة بقدونس او حزمة بقدونس حتت صغيرة. هطحن البطاطستين كويس جدا، وهخلط عليهم البقدونس والجزر. دي جزرايه او جزرتين زي ما تحبي، لو بتحبي الجزر كتير كتري، لان الجزر اصلا مفيد جدا. عايزه جزرتين اعملي جزرتين ابشريهم. حطينا هنا البهارات برضو، بابريكا، فلفل اسمر، كمون، توم باودر، ملح، شطه. تبلت دي كده الحشوة اللي هحشي بيها الفراخ. هقلبها طبعا كويس جدا. طبعا احنا دلوقتي بنحاول نوفر، وبنحاول نمشي نفسنا بأقل الأشياء. يعني لازم الدنيا تمشي، ولازم حالنا يمشي. فهي الأكلات الموفرة دي هي الحل بتاعنا دلوقتي. هنجيب بقى عندنا سطح العمل اللي انت هتشتغلي عليه، وهتجيبي كيس تلاجة تفتحيه وهتدهنيه زيت، وهتبدأي تاخدي
الجزء بتاع الفراخ اللي احنا عملناه وطحناه في الكبة، وهبدأ ان انا اعمل منه كورة واحطها واقفل عليها الكيس بتاعي، وابدأ ان انا افرده وهي احشيه بالحشوة بتاعة البطاطس والفها زي العنب، ورق العنب. هعمل كمان واحدة اهي فردتها. دي العجينة بتاعتي اللي عملتها بالفراخ والعيش الفينو، والحشوه بتاعتي اللي هي البطاطس والجزر والبقدونس. طبعا شايفين الحاجات ازاي كلها مفيده. هبدا بقى ان انا اجيب الدريسنج اللي انا هعمله او الكفر اللي انا هعمله للكفته بتاعتي دي. هجيب اول حاجه كورن فليكس، ويكون اللي هو يعني ايه وسط، مش محصي قوي. وهجيب كيسه فيجيتار، او ما عندكيش كيسه فيجيتار تقدري ان انت تحطي البقسماط اللي انا هحطه دلوقتي بس تتبليه. يبقى انا عامله الكفر بتاعي دوت اللي هو اللي هو هيديني القرمشه اللي من بره. انت ما عندكيش فيجيتار، اعملي حطي البقسماط اللي احنا قلنا عليه وتبليه. ما عندكيش بقسماط تقدري تعملي عيش تنشفيه في الفرن وتطحنيه وتتبليه، هيبقى هو البقسماط بتاعك. والكورن فليكس رخيص جدا من عند العطار وبيعيش عندك كتير. هجيبي كمان نص كوبايه دقيق ابيض، وهتجيبي كمان نص كوبايه لبن مع بيضه. ده الكفر اللي احنا هنعمله. اهي طبعا انا حطيت الكفته بتاعتي نص ساعه في الفريزر او في البراد. وهبدا بقى ان انا احط الكفتايه في الدقيق، وبعد كده هنزلها في اللبن بالبيض، وبعد كده احطها في البقسماط والكورن فليكس، وارجع تاني علشان خاطر تقرمش وتبقى حلوه وتمسك نفسها، احطها في اللبن وارجعها مره كمان في البقسماط والكورن فليكس. انا عملت نفس الموضوع دوت. لو هترجعوا لكفتة الهمبرجر وهسيبها لكم برضو في صندوق الوصف، هتلاقوا نفس الاسلوب. بس عطيني كمية كبيرة جدا جدا، ما بتفكش خالص في الزيت ومش بتشرب الزيت. الدريسنج بتاعي بالمنظر ده ما بيشربش الزيت نهائي. عملت كمية كبيرة جدا، مسكتها وقسمتها بالطريقة اللي تريحك وبالمنظر اللي يريحك، وتحطيها في الفريزر. طلعي وجبات، طلعي لاولادك لسندوتشات، تطلعي للعشاء، تطلعي للغدا. كل ده هيوفر لك شغل كتير جدا لو انت بتشتغلي، هيوفر لك حاجات كتيره جدا، وقت كبير جدا، وهيوفر لك كمان الميزانيه بتاعتك وهتبقى جميله. أرجوكوا لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني لايك واشتراك في القناة، وحطوا لي الجرس على الكل وعشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش تشيروا وتعملوا لي لايك جميل كده منكم، واي تعليق انتوا عايزينه انا هرد عليه. طبعا انا حطيت الزيت النضيف بتاعي، وطبعا ما تحرقيهوش، سخنيه بس وتحطي وتبداي تقلي وتطلعي الجمال والطعامه دي. وبالهنا والشفا ليكي ولولادك. ازاي جميله وازاي موفره وازاي طلعت لي كميه كبيره. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في التعليق الجميل والاشتراك. وكل سنه وانتم طيبين، والى اللقاء في اكله موفره جديده.